مساء الفل عليكم. في اول لايف جديد على صفحتي بعد اللي حصل من بعض الناس الغير محترمة والغير سوية، بعد نجاح الحمد لله بشهادة الناس على مدار 5 سنين، قدرت ان انا اوصل صورة الحق، قدرت ان انا اخلي العلاقة ما بين الاهلاوية والزملكاوية مختلفة، قدرت اغير حاجات كتير جدا بالناس كانت جواها غل كروي ان هم يتغيروا. لكن بعض الناس اصحاب الغل والله اعلم هم مين، بعد نجاح الفيديو الاخير بتاع مباراة النادي الاهلي وفوزه بدوري ابطال افريقيا وطلعت بتيشيرت الزمالك، قعدتي اطلع ابارك لابن بلدي على فوزه، على تفوقه، على نجاحه، ان هو وصل لحد اعلى درجات النجاح. في ناس كتير رفضت حاجة زي كده. داخل هاك عندي على صفحتي دمر كل الصفح اللي انا كنت ادمن فيها، دمر صفحتي الشخصية ورجعتها بالعافية، ولكن صفحتي الاساسية تم تدميرها بالشامل. حاولت كتير ان انا ارجعها، حاولت ان انا اوصل للشركات انها ترجع الصفحة دي، لكن للاسف رفضت. كل الشركات رفضت انها توصل لها وقالت ان اتمسح بياناتها وكل شيء، الصفحة موجودة لكن مش هنقدر ندخل عليها ولا نقدر نعمل اي حاجة. فبالتالي بدأت من اول وجديد صفحة، ان انا ابدأ لسه من اول جديد نتعب ونشقى ونحاول نوصل رسالتنا لناس جديدة لسه بنتعرف عليها، ونحاول نوصل رسالة للناس اخواتي اللي كانوا موجودين على الصفحة الحمد لله بالالافات على الصفحة القديمة، ان هم يضيفوا الصفحة الجديدة عشان نبدأ نشتغل تاني من اول وجديد ونرجع تاني لشغلنا وتحليلنا للمباريات وكلمة الحق اللي احنا بنقولها حتى لو كانت على رقبتنا. وحتى بعد كل اللي حصل فينا احنا مكملين المشوار وهنكمل بنفس الطريقة ونفس اللي احنا متفقين عليه من بداية المشوار، هنبدأ نكمله تاني من اول وجديد، لان كلمة الحق دايما بتوجع، كلمة الحق دايما بتضايق. فعشان كده قلت توكلنا واعتمدنا عليك يا رب. وعمري ما طلبت حد حاجة من المتابعين اللي كانوا بيتابعوني بأي شيء، كل اللي انا بطلبه منهم النهاردة ان احنا نوديهم رسالة ان حتى انتوا لو كنتوا خدتوا الصفحة بتاعتنا الاساسية، حتى انتوا لو حاولتوا تكسروا مهادفنا وان احنا نغير اللكنه بتاعتنا ونغير الطريقه اللي احنا بنستخدمها وان احنا نقول كلمه الحق حتى لو كانت على رقبتنا، احنا مستمرين، احنا مكملين في نفس المشوار. واتمنى، انا حطيت اللينك بتاع الصفحه الجديده على الصفحه، اتمنى من كل اخواتي اللي بيشوفوني، اخواتي اللي كانوا يعرفوني، اي حد يعمل سيرش على كلمه الصناديلي هيلاقي لي الله اكبر فيديوهات كتير جدا. اتمنى ان اللينك دوت يتضاف، اتمنى ان انتوا ندي رساله ان احنا نرجع تاني نعمل اضافه للصفحه بتاعتي عشان نكمل المشوار ونكمل كلمه الحق اللي احنا عملناها، وما نقولش نقول غير الحمد لله. لكن انا واثق في ربنا، واثق في المتابعين بتوعي، واثق لان اول ناس بتسمعني لاول مره، واثق ان انا هقدر ان انا اخد حب الناس زي ما انا قدرت في الصفحه القديمه ان انا اقدر حب الناس قدرت ان انا اخده. فبالتالي انا كل اللي طالبه منكم دعم، ندعموا الصفحه الجديده، نعمل اضافه عليها، اللينك موجود عليها بنفس الاسم الصناديلي. فاتمنى ان احنا نبدا مشوار جديد، ونبدا النهارده من اول تحليل مباريات الزمالك النهارده اللي هتبدا النهارده، ونكمل المشوار باذن الله. اتمنى ان الرساله توصل لكل اخواتي اللي كانوا موجودين على الصفحه، اتمنى من اخواتي الجديد اللي الناس اللي اول مره بتسمعني تشوف الفيديو، تشوف الكلام اللي انا بقوله، تعمل سيرش على صفحتي وتشوف انا الشخص ده كان بيقول ايه، الشخص ده يستاهل المتابعه او ما يستاهلش المتابعه. وانا واثق في ربنا وواثق في الناس اللي ان شاء الله تضيفني باذن الله، وارجع اخطف حب الناس تاني، اخطفه بالتقدير، اخطفه بالكلام المحترم اللي انا بقوله، اخطفه بالتحليل المباريات الدقيق، اخطفه بكلمه الحق اللي انا بقولها حتى لو كانت على حساب انتمائي ان انا زملكاوي، لكن بقول كلمه الحق حتى لو كانت على رقبتي. حبيت اوصل الرساله ديت، وحبيت اتمنى الشخص اللي سرق صفحتي يعني ربنا يبارك لك، انا مش هادي على حد، لكن ربنا عالم، وربنا عالم باللي جوه الشخص، هو اللي قادر ان شاء الله ربنا يعوض لي حقي ويعوض تعب 5 سنين من شقه وتعب وتحليل وكلام وعصبيه واستحمال شتايم واستحمال كل شيء عشان توصل كلمه حق حتى لو كانت على حساب رقبتك وعلى حساب فرقتك. اتمنى اشوف الخير ان شاء الله يا رب، ونبدا من اول وجديد، نبدا المشوار مع بعض. كل اللي طالبه من اخواتي دعم، ادعمني، ادعم صفحتي. عمري ما طلبت الكلمه دي من حق، لكن شقه 5 سنين كتير جدا 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 راح في غمضه عين. ربنا عالم الواحد كانت نفسيته عامله ازاي، لكن ان شاء الله املي في ربنا كبير،
وامل ان شاء الله في كل اخواتي المتابعين اللي كانوا بيتابعوني قبل كده يرجعوا الصفحه ديت ويضيفوها، وناس متابعين جديد ويشوفوا الصفحه ديت، وان شاء الله اللي جاي خير. واوعدكم زي ما كنت قد الثقه بتاعتكم وقد النجاح الفتره اللي فاتت، ان اكون الفتره اللي جايه اقوى من الاول وافضل من الاول وافضل على نفس النهج اللي انا كنت شغال عليه. شكرا ليكم واتمنى الدعم، اللينك موجود عندكم. اتمنى نشير الفيديو على قد ما نقدر. اتمنى الواحد يعني يرجع لي حقي، انا حقي ممكن يرجع، والوجع اللي جوايا بعد تعب 5 سنين يهدى لما الاقي اخواتي اللي كانوا على الصفحه القديمه بداوا يضيفوني تاني من اول وجديد، والاقي اخوات جداد بيتضافوا، واحنا نبدا التحليل بتاعنا من النهارده باذن الله في مباراه الزمالك والاتحاد. شكرا ليكم واشكركم على تعاونكم معايا، واشكركم وانا لما طلعت النهارده اتكلم فيديو، لان انا بعتبركم اخواتي اللي انا بحتاجهم في كل الاوقات، اخواتي اللي دايما كنت واقف جنبيهم بكلمه الحق بدون اي مقابل. فاتمنى الخير ان شاء الله الفتره القادمه ليكم وليا باذن الله في بدايه الصفحه وبدايه الشغل من اول جديد. شكرا ليكم، ونتقابل النهارده بالليل ان شاء الله في اول فيديو على الصفحه. شكرا ليكم، فرصه سعيده جدا، واتمنى نضيف الصفحه. شكرا ليكم، السلام عليكم.